الله عليك يا معلم عمر. الله بسم الله بسم الله اخويا. انت حطيت الليمون والزيتون ده امتى؟ انا عاوزك تقرب يا حبيبي. انا عاوزك تقرب دلوقتي. واش كاين المعنى ولا؟ اللي كيسميوه فلفله حاره، اللي كيسميوه مزاود، اللي كيسميوه شي حاجه اخرى، المهم على حسب المناطق. المغرب راه ثقافه كبيره حتى هو، فهمتي؟ كل منطقه عندنا الشمال د المغرب ما كيهضرش بحال الوسط المغرب، ما كيهضرش بحال الجنوب، ماشي بحال الشرق. كل منطقه عندها التسميات ديالها. كل سنه وانت طيب يا عمر. الله يحفظك ليا نعم سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم ويحييكم من بوسطن. والنهارده بقى عند صديقي اللي انا ما اعرفش هو اسمه عمر، بس الاسم التاني صعب عليا. هو بس بيحاول يغسل المواعين. خد يا عمر. السلام عليكم. سلام. كيف الحال يا اخويا؟ ما تعملش مصري والله يا اخويا بنتعلم منك يا حبيب ام الدنيا. يا حبيب قلبي يا عم عمر. عمر بقى صديقي هنا بقى اتعرفت عليه في بوسطن، المغرب العربيه الشرقيه. انت منين من المغرب يا باشمهندس؟ من مدينة القنيطرة. مدينة ايه؟ مدينة القنيطرة. المغاربة بيعرفوها قرب العاصمة الرباط. قرب يعني دي حاجة كده قريبة من الرباط يعني. هتعمل لنا أكل إيه النهاردة؟ اليوم ان شاء الله غنقدو لكم واحد الطاجين ديال الدجاج بالبطيطه والقريعه نعم سيدي وزويتات من الفوق. ترجم. هو انا فهمت الطاجين والدجاج، يعني في طاجن وفراخ. فراخ مع بطاطس وكوسه، بتقولوا لها كوسه؟ يعني انت هتعمل طاجين دجاج. اكزاكت. صح كده؟ دجاج من تحت بنعملوا له بصل وبنشحمروه. متشحمر البصل؟ بتشحمره؟ وش تقول له؟ تشحره. تشحمره تشوحه يعني على الاقل خالص يعني. قبل ما تجي يا سيدي خديتي الوقت وقلتي لنا سويعه، حنا سويعه وجدنا فيها ديجا الدجاج. درنا له المقادير ديالو، درنا له تويمه طبعا بارسلي والسيلانترو وقطعناهم. سيلانترو ده محل حلويات عندنا في مصر. لا مش هو. مش هو. انتوا فهمتوا هو قال ايه؟ اللي يفهم يترجم. اصبر بقى بالراحه بقى. ايه بقى الدجاج بيالنا اللي انت؟ اعطيني واحد الدقيقه باش نجبد لك المقادير اللي درنا في هاد الدجوجات. هاد الدجوجات يا سيدي ملي جبناهم عند مول الدجاج حلال في امريكا. يا عم الله يهديك اتكلم. عايزين نفهم انت بتقول ايه. دول فراخ حلال. غسلناهم جوج يعني اتنين. غسلناهم حليناهم شي شويه. انت بحال شفتي نعم سيدي غتلقاهم بحال محلولين شي شويه باش يدخلهم. ماشي حطينا فيهم متشرطين. حطينا فيهم هاك بلاك بيبر. تبلتهم يعني. تبلناهم. حلو. الجارليك باودر، الملح. يعني انت حطيت جارليك باودر اللي هو توم باودر وفلفل اسود وده ايه؟ كركم صح؟ كركم ايوه كركم ماشي. وهذا شنو بتقول؟ وده جينجر اللي هو الزنجبيل او الجنزبيل في بعض الروايات. الله يرحم بها. ماشي. والملح بيان سور. وملح وحطيت توم. اكزاكت. لو حطينا شويه ديال الحامض في هذا الشيء. ليمون. اكزاكت. اوكي. اللايم اللي هو ليمون عندنا في مصر. لما نقولوا له الحامض وجدنا هذاك الشيء اللي غنستعملوه. هذو قريعات راك عارف. دي قريعات يا جماعه مش خيار. اللي هي كوسه يعني. بطيطه ديالنا. بطيطه ضروري في اي طبق مغربي. المزيودات كيقولوا له مزيودات. طب ما تحطش بقى المزيوداوس دوت عشان عندي بواسير. لا غنحطوه غير من الفوق. كتعطي واحد ما تقطعوش يعني. لا ما بنقطعهاش ما بنفتحهاش. لو عندك بواسير ما بنفتحهاش. ايوه لو سمحت. كتعطي شويه ديال البنه ديال الحار وفي نفس الوقت بتعطي منظر. ورينا يا عم عمر. قولوا بسم الله. انت اسمك عمر ايه عشان عمر مديوي. مديوي من قرية ايه؟ قال ايه؟ قرية ايه؟ من القنيطرة. نبدأ بقى كده الحمد لله واحنا الاثنين الله اكبر علينا لسه خسرانين في البطولة. فعايزين ايه بقى نرفه عن المصريين والمغاربة شوية ونوريهم ان الاكل اهم من الكورة. والله لا الانسان لما بياكل لما الكرش بتشبع شو بتقول للراس غني. الله عليك الله عليك يا عمر. هو غالبا والله اعلم اللي انا فهمته اللي هو بيقولوا ايه بقى. بيقول لك ان هو اللغة بتاعته اللي هو بيتكلمها دي عشان مش هو من القنيطرة، ان هو ده هو غالبا. انا هحاول اترجم واكتب لكم سب تايتلز بتاعتي. غادي كويس دلوقتي. غادي دي يعني ماشي. غادي ماشي ولا حاجة حلوة؟ غادي ماشي حلوة. غادي اللي هو غادي يعني معنيته راك بتتفسر كحلو. والله انت غادي بالزاف يا اخي والله. قول لي بقى انت ايه ده بقى؟ دابا اخويا مني اجي بعدا لهنا مني لقينا البطيطات ديالنا نعم سيدي. لقينا البطيطات ديالنا واحد قشرنا البطاطس بتاعتنا ماشي. وده بصل حطيت زيت. اكزاكت. حطينا زيت بلدي مغربي مبروكه. زيت مغربي يا حبيبي. ايه زيت ما زيت؟ لا زيت زيتون يعني ولا زيت عادي؟ لا زيت زيتون يا حبيبي. زيت زيتون يا حبيبي. زيتون ومغربي تاع البليده اخويا. بتاع البليده بتاع البلاد. انت حطيت الطاجن على النار. حطيت البصل ماشي. شفنا الطاجين ديالنا. ماشي. التبصيلات ديالنا.
ديالنا كنستفوا الجوجه ديالنا نخليوها تشحر. الجوج خليناها قبيله تشحمر تحمر لغايه تحمر دي لا تحمر يعني. انت حطيت الدجاج عشان يحمر لا يتشحر يتشحر اكزاكت يعني. معلش انا معلش انا تعبك زي معايا. بيتقلى شويه بيتقلى بيتشوح. اكزاكت ماشي. الخضيره ديالنا يعني انت مش هتضيف عليه الخضيرات ديالنا غير لما الفراخ تاخد نص سوا مثلا. مش حتى نص سوا، غير واحد شويه، حقاش تقريبا في الطاجين الفراخ والبطاطس بتطيب في نفس الوقت، لانها بتطيب على نار الا لاحظتي نار هاديه كثير. يعني تاخد وقت قد ايه الطاجين ده على ما يكون جاهز؟ الطاجين على الاقل حبيبي غياخذ لنا واحد ساعتين زعما. ساعتين من هذه المرحله احنا قاعدين يعني دلوقتي ساعتين. اكزاكتلي من هذه المرحله اللي احنا فيها دابا حطينا يلا حطينا الدجيجه مع البصل يتشحر. ايوه واحد ساعتين ديال الوقت. ماشي يلا بينا. هو حاطط دلوقتي الدجيجه مع البصل يتشحر. اكزاكتلي. بتهيألي انتوا فاهمين الكلام. نقينا البطاطا ديالنا ونقينا البطاطا ديالنا. قريعات واحد جوج القريعات اهم حاجه القريعات. قريعات ديالنا ونقيو التويمات ونقطعوهم طريفات. التوميات. توم. التوميات. نعملوه طريفات صغار ومن بعدها كنقطعوا شويه ديال السيلانترو والبارسلي كنقطعوهم حتى هما صغار. داكشي ديكوريشن. ونعم اسيدي ها الوصفه ديال المغاربه السحريه اخويا. دي ايه دي بقى؟ هذا محامض مصير ليمون مخلل. اكزاكتلي. هذا ما كنحيدوش من الطاجين ضروري لازم يبقى في الطاجين. انت براسك فاش غتذوقوا غتقول لي يس كاينه النغمه وكاينه النسمه ديالو، كيعمل واحد النسمه خطيره على الطاجين. انا هقول لك يس لان دي الحاجه الوحيده اللي فهمتها. الطاجين بحد ذاته هو وكله متناسق، فيه خضار ولحمه بروتيين وكذا وكذا، ولكن ديك اللمسه تاع ديال لمسه الليمون مع شويه هذا اللي قلتي كيعملوا البواسير. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ شنو اسمه ايه؟ انتوا بتسموه ايه الفلفل الحامي ده؟ مزودات. ها اللي كيسميوه فلفله حاره، اللي كيسميوه مزاود، اللي كيسميوه شي حاجه اخرى. المهم على حسب المناطق. المغرب راه ثقافه كبيره حتى هو، فهمتي. كل منطقه عندنا الشمال المغرب ما كيهضرش بحال الوسط المغرب، ما كيهضرش بحال الجنوب، ماشي بحال الشرق. كل منطقه عندها التسميات ديالها. كل سنه وانت تابع عمر. الله يحفظك ليا نعم سيدي. بتعمل ايه بقى انت دلوقتي يا عم عمر؟ واخويا كنقطعوا شويه ديال البارسلي والسيلانترو بالمغربي. كزبره وبقدونس. اكزاكت. كزبر وبقدونس. انا بتعلم معاك وانت ماشي اتفضل. كزبر ومعدنوس. معدنوس؟ اكزاكت. بقدونس. ماشي يا صاحبي. ده كده كزبره وبقدونس متخرط. حلو. ده بطاطس. قطعنا اوريدي البطاطس تاعنا والكوسه. اوكي. وهذه واحد اللعيبه حنا كنديروها اخويا، كنديرها انا بالضبط. هذاك الشيء اللي كيشيط من الدجاج، ديك المريقه ديال الدجاج كنحطوا فيها هاد الخضيره ديالنا. نعم سيدي. حلو. نفس المكان اللي انت تبلت فيه الفراخ هتحط فيه الخضار. فهمتي ديك الاخر ديال المريقه تزيد حتى هي تدخل في الخضره. مرقه الخضار. كل ما تضيع حتى حاجه حبيبي، ما تضيع حتى حاجه. تبلنا بها الدجاج مع الثومه وزدنا دابا خضيره. لا يا جماعه طبعا الكلام كله واضح، مفيش حاجه صعبه. هو قال لك ان هو هنا بس بيتبل الخضار عشان لما يستووا كلهم ياخدوا بقى مرقتهم في قلب بعض مع الحاجات العطريه اللي هو ايه الكزبره والبقدونس مع البهارات العطريه اللي حاططها. تفليه بطيطه ديالك. تحط البطاطس اول حاجه. المهم انت كتبقى حر. كاين اللي يشوف الطاجين في المغرب مختلف على حسب الجهات. كاين اللي كيفرش له بطاطا من التحت، كاين اللي كيعمل البصل من فوق. يعني يعني مش شرط الرصه دي. لا يا حبيبي كلها. حقاش دابا ممكن من بعد يجيوك ما نعرف الناس يقولوا لك الطاجين مش كذا ولا. انت خايف من الكومنتات، انت بتسبق قبل ما الناس تخش تقول لك. حبيبي المعنى في الاكل، هما عارفين الاكل. هما المغاربه لو سمعوا هذه القضيه، الاكل تاع الزوافريه. شكون هما الزوافريه؟ هما الناس اللي ما متزوجينش. اكل العزاب. العزاب كيكون احسن اكل. قولها تاني كده بالمغربي. الاكل ايه؟ الزوافريه. الزوافريه. يعني انت زوافري تقريبا يعني somehow. تقريبا. انت كده حطيت الكوسه على طول. كتستف القريعه ديالك حتى هي. القريعه اللي هي الكوسه. الكوسه نتوما كتقولوا الكوسه. ما عرفتش منين جبتوا هذه الكلمه كوسه باللغه العربيه. شنو هي القرع؟ هاد القرعه شنو هي باللغه العربيه الفصحى؟ يعني انت لما تروح شركه ويروحوا واخدين واحد تاني بدالك في الشركه عشان الكوسه، ما سمعتش عنها؟ لا والله صعبه. امال انتوا عندكم اسمها ايه في المغرب؟ هذه القرع. لا مش الجرع، لما حد يروح الشركه بدالك عشان معاه واسطه اسمها ايه؟ المعارف. مش كوسه يعني. لا مش كوسه، هذيك كيقول لك المعارف. ايوه مدام بطيطه زيدها يعني. نديروا المسائل ديالنا بحال هكا. حلو. نجيو لهنا اخويا. تحط ايه بقى؟ نحطوا غير هكا شي شويه
فلفل اسود. انت ايه ده؟ قول ده توم. شويه المذاق من الفوق، توم شويه بحال كتلوح في يديداتك شويه ديال المقادير. اهم حاجه البطيطات. والطاجين المهم ديال الطاجين هو ما كيطلع بلا مرقه بلا مرق، كيطلع فيه المرق قليل كينشف، وفاش كينشف ديك البطاطس وهذا كتشد ديك النسمه ديال يعني انت كده التوابل انت من فوق. تقصد ان هو يبقى احسن لما يبقى فيه مرق ولا ما يبقاش فيه؟ لا، من الافضل كينشف المرق. هادشي علاش كيخلي ينشف ماشي. كيطيب وكيخليوه في الاخير بحال كيفتحوا عليه ويخليوه بحال تحط بقى الخضره دلوقتي على الوش. كنشدو هادو كنلوحوهم من الفوق. عرفتي هادو ملي كيطيب الطاجين وهما كيتعسلوا على الطاجين من الفوق. حبيبي انا ما فهمتش ولا كلمه من اللي قلتها دي يا عمر، عيد تاني الحته دي بس بالعربي والنبي الله يكرمك. انت شي هذا الربيع هذا وهذا البارسلي وهذا السيلانترو من الفوق اللي كتلوحو بحال كيدخل في الدغميره، اللي هو يبقى ياخد ويدي بشكل ودي. لما بتاكل في الاخير داك الدغمه كنخليوها الدغمه دي اللي هي اللقمه يا حبيبي. حل. لما كتهز ديك اللقمه كتهز مع داك السيلانترو هذا في الاخير ملي كيطيب الطاجين وكينشف عليه كيولي عسل. انت كده ترجمت؟ عسل. انت اللي انا فهمت عسل. توكل على الله يا عمر واكلنا كده. احنا بقى هنغطي عليه ونسيبه قد ايه؟ ياخد له ساعه ونص مثلا كده. نشدو غير هاد المزيودات ديالنا نستفوهم. هتحط بقى الفلفل. ياخد وقت قد ايه بقى كده يا عمر؟ هكا مور هاد المرحله هادي غنعملوا له غير واحد. حلو. بتحط له شويه زيت. صافي وسالينا على الطاجين ديالنا حبيبي. دابا هكا الطاجين انت كتكون كملتي كاع المراحل ديالو، كتبقى لك المرحله الاخيره ديال الزيتون. ملي كتسالي الزيتون ده بس بعد ما يستوي. هي الزيتون حقاش ما كيحتاج يستوي، غير في الاخير كتحطو باش كياخذ حتى هو كيشد داك النسمه ديال المرق. حتى هو الزيتون ديالنا عندنا هنايا الزيتون وما الاخضر. كاينش. راك عارف امريكا شويه كتلف في الحاجات، ولكن هذا واخا هكاك زيتون غيصلح لنا مع الطاجين. حنا موجدين. دونك دابا ياخد وقت قد ايه بقى يا عمر بعد ما نغطيه كده؟ الطاجين ديالنا واخا شارجيناه شي شويه دابا اش غنقول لك، غياخذ لك تقريبا واحد ساعه زمن على ساعه كمان. الله عليك يا معلم عمر. الله بسم الله بسم الله. انت حطيت الليمون والزيتون ده امتى؟ ويا هاد المرحله هذه هي الوقيته اللي كنت نتايا فيها مريح شويه. الله راسي انت اخويا كتحط زويتنات عندي فاش كيقرب يطيب كيبقى خصو غير المريقه ديالو تشرب، كتحط زويتنات، كتلوح زويتنات وكتلوح داك الحامض مصير. انا عاوزك تقرب يا حبيبي. انا عاوزك تقرب دلوقتي. بسم الله. ده ايه ده؟ يعني الزيتون ده مع البطاطس كده عادي؟ يس يا حبيبي قول بسم الله. هو نورمالي احنا بناكل بالخبز. بالخبز ده عيش عادي ده صح؟ يس حبيبي احنا بناكل بالخبز. لازم تقطع لك خبز وتجمع فيه كل حاجه وتذوق كله مع بعضه. الخبز وتعمل شويه ديال المرق كوسايه يا والمرق. لا ودابا هذه طريقه اخرى. انت فاش كتعمل حنا راه كنعملوا زي كده كناكلوا من الطاقي. وانا عشان اجمعها حته. بص الفراخ دايبه ازاي يا جدعان. تسلم ايدك يا عمر والله. والله لا بصحه وراحه حبيبي. ناخد بطاطسايه وايه بقى نظروفها زيتونيه. وانا هاخد الزيتونيه في الشوكه. يلا خذ لي راحتك. انت شارجيتها كده. ايه بسم الله. شنو واش كاين المعنى ولا؟ الصحة والراحة اخويا. تحفه. ده التتبيل نفسه بتاع الفراخ بتاع الدجاج. هو من المفروض الدجاج في المغرب كيوجدوه يوم قبل، ولا بغيتي كيوجدوه يعني يوم. في المغرب عايز محتاج تتبله قبلها بيوم. يتبلوه كيخلوه في الثلاجه متبل، ماشي كاع يوم 6 ساعات قبل 8 ساعات قبل يلحق يشرب. لا بس هو ده حلو يشرب. هذا مهم الحمد لله. الطاجين بطريقه الاستاذ عمر بغض النظر بقى هي هتبقى صحيحه ولا مش صحيحه عشان المغاربه هيخشوا يقولوا يا لنا. مرحبا. كما قلنا لهم في الاول ان كل منطقه كديروا الطريقه اللي بغات. بس انتوا ما بتعملوش معاه ده كسكسي مثلا او رز او كده؟ احنا دابا هادشي اللي قلنا هضرنا فيه قبيله ان شاء الله نوعدوك المره الجايه لا كتاب يا كسكس يا رفيسه مغربيه. ايه الرفيسه دي؟ هذه رفيسه خليها مفاجاه عاوتاني. هي عاوتاني كتجيك يعني هنصور تاني. اكزاكتلي. خلينا نجربوا لك الرفيسه. احلى مسا على الترميسه يا معلم. صحه والراحه. تسلم ايدك يا صاحبي. متشكرين على العزومه الجامده دي. مرحبا بك اني تايم حبيبي. حبيبي